سؤالنا النهاردة اذكر أنواع الخطبة وتكييفها القانوني. الخطوبة دلوقتي ممكن بتتم ازاي؟ بتتم عن طريقين، يا إما بلفظ صريح يا إما بحاجة اسمها التعريض. طيب، يعني ايه لفظ صريح؟ يعني واحد يقول أنا عايز أخطبك، ده خلاص هو قالها صراحة إن هو عايز يخطبها. طيب بطريقة تعريض، ده معناها ان انا كده بمعنى العام بتاعنا اللي انا بلمح لها، بقول لها إيه، يعني انا نفسي اخد مثلا اخطب واحدة زيك، إيه، اتجوز واحدة إيه، في ادبك. ده معناها ان انا معجب بيها. تمام. طيب، الفقهاء قالوا، وهنا ممكن تيجي MCQ صح وغلط، إيه، إن يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة. يعني إيه؟ واحدة جوزها مات، المفروض إنها معتدة 4 شهور و10 أيام، ممكن أي حد في الفترة دي يلمح لها أو يعرض إن هو هيخطبها. يعني مثلا هيقول يا ريتني مثلا أتجوز واحدة في أدبك في أخلاقك، ده بعض الألفاظ يعني. تمام. لكن ما ينفعش ان هو يقول لها صراحة، دي بنص آية قرآنية اللي احنا كلنا عارفينها، ودايما اللي بيقرأ القرآن على طول عارفها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. يعني إلى آخر الآية، فيها معناه إن لو واحدة جوزها توفى عدتها 4 شهور و10 أيام. في الحالة دي لو انت عايز تخطبها ممكن تقوم بخطبتها بالتعريض، بتلمح لها لكن ما تواعدهاش سرا، ما تقولهاش صراحة وبينك وبين بعض سر. تمام. آه طيب. آه دلوقتي تكييف الخطبة ايه؟ يعني ايه تكييف الخطبة؟ يعني الوصف الشرعي ليها ايه؟ يعني هي وضعها ايه؟ هل هي من مقدمات الزواج؟ هل هو عقد؟ هل هو جواز؟ وضعها ايه؟ قال الخطوبة دي مقدمة للجواز. يعني ايه؟ يعني وعد ان احنا هنتجوز في المستقبل، هنشوف احنا متوافقين مع بعض ولا لا، متوافقين هنكمل، مش متوافقين مش هتكمل ومش هيبقى علينا حرج. تمام. طيب، حتى لو الخطوبة دي تم قراية الفاتحة ودفعوا بعض المهر والهدايا، برضو ممكن ان انا ارجع في الخطوبة. تمام. طيب، من الناحية الأدبية والأخلاقية المفروض الإنسان بيفي بوعده. تمام. بمعنى إيه؟ المفروض إن أنت دلوقتي داخل لواحدة وفي نيتك تكون جد إن أنت تكمل الخطوبة دي، ما تكونش بتتسلى أو بتلعب. يبقى المفروض إن أنت تكمل وعدك، خاصة إن أنت لو ما عندكش أسباب إن أنت ترجع عن الخطوبة دي يبقى خلاص. لو عندك أسباب تمام، لكن لو ما عندكش وكانت نيتك جواك إنك بتتسلى، ده حرام طبعا. تمام. السؤال ده جه سنة واحدة ولكن هو مهم، وحتة معتدة الوفاة دي اللي ممكن يجي فيها صح أو غلط. نتقابل في السؤال اللي بعده.